امتى تكون الشخص الحساس صفة الحساسية دي في مذمومة، وامتى تكون ممدوحة. جميل. لأن الحساسين بيتهموا أحيانا بأنهم حساسين، وأحيانا الناس بتقول إن الحساسية دي صفة كويسة مش صفة سيئة يعني. طيب جزاك الله خير. فإمتى تكون مذمومة وإمتى تكون ممدوحة. السؤال الثالث: إمتى نتوقف عن التعلق الزايد عن اللزوم بالأشخاص وبالأشياء كمان. طيب التعلق اللي بيخلينا أحيانا يعني ممكن نتصدم في حد. مفهوم طبعا. تمام. جزاك الله خير. طيب بص يا سارة، طبعا والكلام للجميع. الحساسية مش بس الحساسية، أي صفة يا جماعة، يعني أرجو أن تؤخذ هذه قاعدة. طيب، وأنا يعني الذين يعرفون يعني محاضراتي وإلى آخره، أنا ليس سهلا علي أن أقول كلمة قاعدة في المسائل النفسية، لأن القواعد النفسية ليست بالكثرة التي تظنونها. طيب، ولكن هناك قواعد. من القواعد النفسية أن أي صفة لها أوجه كثيرة، وقد يكون لها وجه سلبي ووجه إيجابي، ووجه يستخدم استخدام مغلوط فيصل بالنفس إلى إحباطات ومعوقات ومشاكل، ووجه آخر يعلو بها، حساسية أو غير حساسية. طيب، يعني شخص معين لديه حلم زائد، أو لديه صفة الحلم، لديه صفة الرقة، لديه أو لديها صفة الذكاء الاجتماعي. كل واحدة من هؤلاء قد تزيد وقد تنقص بحسب عوامل معينة. الحساسية في ذاتها ليست عيبا، بالعكس، الشخص الحساس ذكي اجتماعيا. خليني أقول النفس. طيب، النفس الحساسة ذكية اجتماعيا، تشعر بالآخرين، تلتقط مفرداتهم، تلتقط تنبيهات معينة، تستشعر المشكلات قبل وقوعها أحيانا. هذا الاستخدام في حد ذاته خير وبركة، جيد، لكن أين المشكلة؟ إذا كانت الحساسية معناها أن جلدي رقيق إلى درجة أن أي شيء سيمر به سيخترقه وسيدمي هذا الجسد، لا، هذه الحساسية غير مرغوب بها. وإذا فقدت الحساسية فوصلت إلى درجة أنني أمنيت أشواكا وبدأت أسير بين الناس فأدميهم، هذا أيضا غير مطلوب. أنا مطلوب مني أن أكون يعني لدي الرقة الكافية، المرونة الكافية، الحساسية الكافية التي تبقي من إنسانيتي وتحضر دمعتي عندما أريدها وأستدعيها، ويحضر الخشوع عندما أريده، ولكن لا أنتظر تقييمي من الآخرين، ولا تكون الحساسية دلالة على أن الآخرين هم المسيطرين على طريقة تفكيري، وأن إذا فلانة مرت اليوم وما سلمت أنا راح أتعب وأزعل لا 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 لا. حساسيتي تعني أنني رأيت هذا المشهد، ولكن ليس بالضرورة أن يقع علي هذا الأثر. هذا هو الفرق. طيب، ولا أريد أن أدخل هنا في موضوع مفرط الحساسية والهايبر سنسيتيفيتي وما الفرق بينهما، لا تدخلي نفسك في هذه الدوامة. المهم أن الحساسية في ذاتها مطلب جيد، منبه ومنبه جيد جدا، لكن المنبه إذا زاد عمله انشغلنا إلى درجة أننا تشتتنا، وإذا قل عمله بدأنا نصبح يعني كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وهذا بالمناسبة يقودني إلى الشيء الآخر. التعلق الزائد في الآخرين جاي من أن تعلقي بالله سبحانه وتعالى ثم انشغالي بنفسي ضعيف. نفسي إن لم أشغلها بالحق شغلت بالباطل. كثرة مخالطة الناس والانشغال بهم وعدم، أنا أقول دائما اليأس من الخلق للوصول إلى الحق، اليأس من الخلق للوصول إلى الحق. فإذا لم يحصل هذا اليأس من الخلق تلقائيا زاحموني كما يقول ابن القيم حتى يتسود النفس من دخان أنفاس بني آدم. استنى اللايك والشير والسبسكرايب والتصفيق والابتسامة والإيموجي والقلب والكذا على حساب نفسي. طيب، على حساب نفسي. فإذا لم يأتي اللايك أزعل، إذا زوجي ما قال لي اليوم أنا بحبك أزعل، إذا أولادي ما مدحوني اليوم أنا أزعل، إذا مديري في العمل ما قال لي أنت أفضل موظف عندي كذا. لا لا لا، هذه مشكلة. أن أكون يعني
أفرح بالشيء إذا جاء طبيعي، لكن أن أنتظره، فإذا ما حصل وإذا ما جاء أحبط نفسيا، هنا المشكلة. والتفاصيل أيضا إن شاء الله سنتكلم فيها يعني فيما هو قادم إذا ربنا يسر إن شاء الله.